السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. هنتعرف في هذا اللقاء على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة في الجولة 11 بالدوري. قرر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جيروس مواصلة التدريبات اليومية بدون راحة بعد إغلاق صفحة مباراة الجونة بالجولة 10 بعد فوزه ب4 أهداف مقابل هدف، استعدادا لخوض مباراته القادمة والمرتقبة أمام بيراميدز ضمن خطة استعادة قمة الدوري للتتويج باللقب. وقد حقق الزمالك فوزا كبيرا على فريق الجونة ب4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابقة بالدوري. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 20 نقطة متساويا مع الأهلي، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني بفارق الأهداف عن المارد الأحمر. وطلب كريستيان جيروس من اللاعبين ضرورة تجنب تكرار الأخطاء أمام فريق بيراميدز وغلق المساحات لمنع وصول لاعب بيراميدز إلى مرمى الأبيض، مع تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات بيراميدز في المباراة. وطالبهم بالتركيز لتحقيق الفوز في لقاء بيراميدز لاعتلاء صدارة الدوري. ويعكف الجهاز الفني بنادي الزمالك على دراسة فريق بيراميدز، وذلك بمشاهدة مبارياته السابقة في الدوري للوقوف على مفاتيح لعبه ونقاط القوة والضعف التي سيعمل على استغلالها لمواصلة الانتصارات واعتلاء قمة الدوري والتتويج باللقب. على الجانب الآخر، حقق الأهلي التعادل أمام بيراميدز بهدف لكل منهما في مباراة مثيرة وممتعة بالجولة السابقة من الدوري. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة وأصبح في المركز الثالث بعد فوز الزمالك على الجونة ب4 أهداف مقابل هدف، كما رفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة وحافظ على تصدره قمة الدوري. ويغيب 4 لاعبين مؤثرين عن مباراة بيراميدز، وهم أحمد الشناوي حارس المرمى، كريم حافظ، أحمد توفيق، ومروان حمدي. ويعكف المدير الفني لبيراميدز مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة لدراسة الزمالك وأهم اللاعبين في صفوفه ونقاط القوة والضعف بالفريق من أجل وضع الخطة المناسبة للفوز بالمباراة ليظل منفرد أعلى قمة الدوري. ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 10 لقاءات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في لقاءين وخسر في لقاءين، وأحرز لاعبوه 21 هدف وسكنت شباكه 10 أهداف. بينما يدخل بيراميدز المباراة وهو في المركز الأول برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 10 لقاءات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وخسر لقاء واحدا، وأحرز لاعبوه 17 هدف وسكنت شباكه 7 أهداف. ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر لها الجمعة القادمة الموافق 31 يناير على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 11 بالدوري المصري. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 11 بالدوري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، مع تفعيل الجرس. ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.